الأهلي يقترب من تحقيق الدوري رقم 43 ليه في تاريخه، وبعد غياب موسمين الأهلي خلاص بياخد الدوري بنسبة كبيرة. هنتكلم عن كل حاجة. الأهلي كسب امبارح حرس الحدود 3-0، فهنتكلم عن كل تفاصيل الماتش تفصيلة تفصيلة، مش هنسيب حاجة بإذن الله إلا لما نتكلم فيها. بس في البداية كده خلونا أسلم عليكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بصحة وخير وسعادة وكل حاجة حلوة يا رب. وفي البداية كلنا نصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، واللي مش مشترك في القناة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس عشان يوصله كل جديد. بسم الله الرحمن الرحيم. كولر امبارح قال لك أنا لسه جاي من أفريقيا واللعيبة مجهدة، فأنا هعمل روتيشن في أضيق الحدود. عمل روتيشن، وأعتقد إن المطوشة اللي جاية كلها هتشوف الروتيشن بنسبة أكبر في المطوشة، وأنا شايف إن ده حل مرضي جدا جدا جدا، وحل هيفيد الفرقة قدام. أنت عندك مطوشة كتير جاية هنتكلم عليها. فبدأ بالشناوي، بدل محمد هاني لعب بخالد عبد الفتاح، لعب بعبد المنعم، وبدل ما يلعب بياسر لعب برامي ربيعه. باك شمال علي معلول. نص ملعب غيره خالص، لعب بالسوليه والقندوسي، ريح مروان وريح حمدي فتحي وريح ديانج، الثلاثه اللي كانوا ماشيين بشكل اساسي الفتره اللي فاتت ريحهم، ولعب بالسوليه ولعب بالقندوسي. ناحيه الشمال ريح حسين الشحات ولعب بعبد القادر. ناحيه اليمين ريح بيرسي تاو ولعب بطاهر، ولعب بقفشه قدام تحت قدام الاثنين بتوع نص الملعب، ولعب بمحمد شريف بدل كهربا. مريح نص الفرقه حرفيا، يعني نص الفرقه مريح. الماتش الجاي اعتقد ان الناس اللي ما ريحتش هتريح، زي علي معلول، زي ممكن الشناوي، زي عبد المنعم. الناس اللي ما ريحتش هيريحها الماتش الجاي، هيمشي الروتيشن. تدوير تدوير، اللي لعب يقعد واللي قاعد يلعب، فاهمين؟ هيمشي الدنيا كده، وانا شايف ده كويس بقى، خصوصا ان انت هتخلص عندك ماتش الدوري. بعد ماتشة الدوري انت عندك شهر 8 ماتش السوبر الافريقي مع اتحاد العاصمة الجزائري، فلازم اللعيبة عندك تكون واقفة على رجليها. هتخلص الماتش ده هتخش وهتكون خلصت الدوري، هتخش في شهر 10 ان شاء الله على بطولة السوبر ليج الجديدة اللي الاتحاد الافريقي عاملها. بالمناسبة البطولة دي جوائزها 6 مليون دولار، اعلى من دوري ابطال افريقيا اللي جايزته 4 مليون دولار تقريبا. ف فالاهلي محتاجها، احنا بنطالب بالبطوله ديت، مفيش بطوله بنخشها عشان نلعبها كده، لا لازم ناخد البطوله. فان شاء الله ان شاء الله كولر يقدر يعمل روتيشن بشكل كويس، ونقدر نكسب البطولات اللي داخلين فيها كلها اللي جايه. الاهلي بيتبقى له، وصل للنقطه 65 فارق عن بيراميدز بنقطه، وليه 5 ماتشات مؤجلين غير باقي المطوشه. الاهلي فاضل له حرفيا 4 ماتشات، يكسب 4 ماتشات يحسم الدوري رسمي بدون النظر لباقي الماتشات. فاهم حاجه؟ يعني الاهلي يكسب 4 ماتشات بس هيحسم الدوري بدري، حتى لو خسر بقيه الماتشات. جميل. ايه ال4 ماتشات اللي جايين للاهلي؟ انت عندك منتخب السويس في الكاس ده اركنه، احنا بنتكلم على الدوري دلوقتي. عندك البنك الاهلي، بعديه فيوتشر، بعديه الاتحاد، بعديه الاسماعيلي. 4 ماتشات تكسبهم باذن الله فانت حسمت الدوري رسمي. تروح بقى تلعب الزمالك ماتش تحصيل حاصل، تكمل بقيه الدوري تحصيل حاصل، مش فارق معاك اي نتيجه، لان انت كده هتبقى حسمت الدوري خلاص، تبقى خدت الدوري. كولر عامل اداء مع الفريق وحاله فوقان في الفريق. شايف ان احنا بالمنظر ده، بالمدرب ده، بالصفقات اللي هتجيله اللي هو عايزها، لا الاهلي الكام سنه الجايين هيروح في حته تانية خالص. اللي هياخد بطوله من الاهلي هيعمل عليها هيصه، يعني اللي هياخد بطوله من الاهلي هيعمل عليها هيصه، لان الاهلي هيبقى مرعب جدا جدا السنين الجايه بعد المتطلبات اللي هتيجي للفريق. لا الموضوع كبير. محمد عبد المنعم كالعاده بيبدع، بيعمل ماتش. يا جدعان محمد عبد المنعم، الناس اللي ما تعرفش، محمد عبد المنعم في الناشئين كان بيلعب راس حربه. متخيلين؟ عبد المنعم في الناشئين كان بيلعب راس حربه، والمدرب بتاعه اللي قال له انت راس حربه مميز، بس لو بقيت مدافع تبقى احسن مدافع في مصر وافريقيا، ووظفه مدافع. ودي الهديه الوحيده اللي طلعها لنا كروش لو تفتكروا بتاع منتخب مصر، هو اللي جاب محمد عبد المنعم في المنتخب ولعبه، وعبد المنعم اثبت كفاءه في البطوله. ومن بعديها الاهلي رجعه، كان في اعاره والاهلي رجعه، ومن ساعتها وهو بيلعب في الدوري، في افريقيا مع المنتخب، هو المدافع الاول في مصر وافريقيا. فلا لا يعني محمد عبد المنعم، انا بتكلم مدافع داخل افريقيا. محمد عبد المنعم جامد جدا ما شاء الله. آه ربنا يبعد عنه الاصابات، ربنا يبعد عنه العروض، مش عايزين عروض. هو كان جاله عرض من الهلال السعودي، بس اعتقد ان الاهلي هيتمسك بيه مش هيمشيه الا لو جاله حاجه اوروبيه. ده اعتقادي الشخصي يعني ان شاء الله. وعبد المنعم ما ينفعش يمشي، يعني بصراحه عبد المنعم ما ينفعش يمشي، لازم يكمل مع الفريق
اطول وقت ممكن ونستفاد منه اكتر وقت ممكن، الا لو جاله حاجه اوروبيه فاكيد النادي الاهلي واحنا كجمهور مش هنقف قدامه. لكن انا شايف ان هو لما يروح دوري عربي سعودي مش عارف ايه، لا انت خليك في الاهلي، انت بتاخد بطولات وانت عامل اسم دلوقتي في الاهلي، اعمل ليك بطولات كتير. فده ودي وجهة نظري. نيجي لرامي ربيعة. رامي ربيعة انا شايفه في تطور مستمر، كلنا انتقدنا رامي ربيعة في وقت من الاوقات، لا رامي ربيعة في تطور في مستمر في الاداء، بيلعب برجولة، واخد باله، باصص على الملعب. لا انا شايف رامي ربيعة يشتغل على نفسه شوية كمان الموضوع هيختلف تماما. خالد عبد الفتاح، انا عارف ان كلامي ممكن ما يعجبش البعض. خالد عبد الفتاح انا شايفه لعيب عادي جدا، لعيب راجل، لعيب راجل، وفي اي مكان هتوظفه فيه هتلاقيه. بس الكواليتي بتاع لعيب، انا شايف ان هو جدد مع الاهلي وكل حاجه وبالتوفيق، بس انا شايف ان الكواليتي بتاع خالد عبد الفتاح لو محمد هاني جاهز، لو اكرم توفيق جاهز، لو كريم فؤاد جاهز، خالد عبد الفتاح مش هيبقى ليه مكان في الاهلي، مش هياخد حتى عدد ثواني. وجهة نظري، الناس دي لو جاهزه خالد عبد الفتاح مش هياخد عدد ثواني حتى في الماتش. هو لاعب راجل هتلعبه في اي حته هيأدي برجوله، لكن كموهبه او كامكانيات لا، في الاهلي ازيد بكتير. تمام. علي معلول زي ما اتكلمنا قبل كده، علي معلول محدش عارف يقيمه ولا حد يتكلم عليه اصلا، علي معلول خارج التقييم. بس لازم باك شمال بديل لمعلول، لازم باين على معلول البدني، كبر السن، كل ده مأثر عليه، فلازم باك شمال بديل لمعلول ضروري. عمرو السولية ابتدى يجيب مستواه. القندوسي عايز اقول لكم ان دي من اتقل الصفقات اللي الاهلي جابها، وهتتفرجوا عليه الفتره اللي جايه كتير، وهتشوف لعيب تقيل جدا، لعيب تقيل جدا جدا جدا، يقدر يلعب 8 ويقدر يلعب 10، يعني يقدر يلعب في نص الملعب مركز 8 ويقدر يلعب لك مركز 10. تمام. احمد عبد القادر، الناس اللي بتنتقده كلنا بنقول بيحنكش ولاعب حنكوش والكلام ده، خلينا متفقين ان عبد القادر ما جابش جون وحش. يعني ارجع كده لكل جوانه، افتكر كده جوانه، ما بيجيبش جون وحش. جاب جون النهارده، انا مش عارف هو شاف الجون ازاي، يعني هو باصص كده وحط الكرة كده، شاف الجون ازاي انا مش عارف. لاعب تقيل، لاعب جامد عبد القادر بصراحة، لاعب ممتع. اتمنى يبقى فيه تطوير خفيف من كولر ليه، تطوير خفيف من كولر ليه في حتة الجماعية اكتر. انا شايفه ابتدى يتطور، بس عايزين تطور اكتر ان هو يفيد الفرقة اكتر من كده. لكن هو كوينج، وينج عالمي، ومفيش من الكلام اللي هو رايح الزمالك والكلام ده طلعه من دماغك. تمام. قفشه، نيجي بقى لحته قفشه. بصوا يا جدعان، قفشه الناس اللي بتنتقده كتير، انا من الناس اللي بعشق قفشه من قبل ما يجي الاهلي، من ايام ما كان بيلعب في انبي ولما راح بيراميدز ولما جه الاهلي. تمام. هتقول لي ما قفشه الفتره اللي فاتت مستواه زي الزفت ومش عارف ايه وبيفضل يلف بالكرة، انا اتفق معاك في كل الكلام ده، بس مش معنى كده ان هو ما عندوش الموهبه، لا عنده الموهبه، عنده الموهبه اللي تاهله ان يبقى احسن مركز 10 في مصر ويلعب منتخب. طب ايه المشكله؟ اقول لك انا ايه المشكله، ارجع لموسم 2020 وموسم 2021، البطولتين التاسعه والعشره، شوفوا مساهم قد ايه في الاهداف، شوف تكوينه الجسماني، شوف تكوينه الجسماني والعضلي، هتعرف ان الراجل ده كان شغال على نفسه، عشان كده اداك موسمين ولا اروع. تمام. طب ايه اللي حصل؟ هو بعد ما جاب الجون بتاع القضيه ابتدى يعني يجيله سنه غرور، اللي هو انا عملت كل حاجه، انا عملت كل حاجه، فاللي هو خلاص انا ريحت، ابتدى يريح. هي دي القصه، ابتدى يريح حرفيا، فبقينا نشوف قفشه اللي هو العك. لكن قفشه لو اشتغل على نفسه، انا شايفه ان هو ابتدى يشتغل على نفسه. اتفرجنا على الماتش بتاع امبارح، الله اكبر عليه، عمال يوزع اسيستات هنا وهنا وهنا. هو ده قفشه، هو ده قفشه. وده على فكره ما جابش 50% من مستواه، على فكره قفشه لسه ما جابش 50% من مستواه. قفشه لو جاب مستواه زي ما بقول لك هيبقى احسن 10 في مصر ويلعب منتخب مستريح. تمام. فقفشه محتاج حته تطوير ويشتغل بدني على نفسه، بدني وذهني وعضلي، هتلاقي قفشه ده موجود في مكان تاني. نيجي بقى لطاهر محمد طاهر. طاهر محمد طاهر انا بعشقه كلاعب كلح وفي الاحتفالات، يعني ككلاحه واحتفالات انا معاك دايس يا باشا زي الفل. كلعب كوره لا، انت جبت جون وكل حاجه، بس لا انا بصراحه مع احترامي الشخصي لطاهر محمد طاهر، لا امكانياته ما تاهلوش يلعب في الاهلي. شفنا اكتر من كوره ليه، بيقع كتير بكور غريبه، بيضيع كور سهله جدا. انت بقالك 4 سنين في الاهلي، احنا ممكن نحسب لك اجوانك مش هيجيبه، وما جبتش 10 اجوان على بعض، ما جبتش 10 اجوان، ما عملتش 10 اسيستات وانت بتلعب وينج. فانا لما باجي اشتري وينج بقى ايه التقييم ليه؟ وينج هجومي، ايه التقييم ليه؟ الاهداف والاسيستات. انت ولا عملت ده ولا عملت ده،
انت ولا بتجيب اجوان ولا بتعمل اسيستات. تمام، فين وفين على ما بنفتكر لك جون يعني. جون انت حلو في الاحتفالات. فلا انا شايف ان هو لازم يطلع اعاره، ما يكملش في الاهلي، ونجيب وينج نستفاد منه اكتر. اخيرا اخر حاجه معانا محمد شريف. محمد شريف هيبتدي يستعيد ذاكره المهاجم. ذاكره المهاجم في المطوشه الجايه. هتقول لي ليه؟ هقول لك عشان المطوشه الجايه هياخد مطوشه كتير، في راحه لبعض اللعيبه الاساسيه من ضمنهم كهربا، فهياخد مطوشه كتير وهيلعب كتير. مجرد ما ينزل الملعب تاني ويلعب مطوشه كتير وياخد حساسيه المباراه، هيجيب اجوان وهيرجع محمد شريف. في الاخير الف مبروك لكل اخواتي الاهلاويه على الفوز 3-0 امبارح على حرس الحدود، واقتربنا من تحقيق الدوري رقم 43. الف مبروك لكل اخواتي الاهلاويه، ودي كانت نهايه الحلقه، يا رب تكون عجبتكم. واللي مش مشترك في القناه اتمنى ان هو يشترك في القناه ويفعل زر الجرس عشان يوصله كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.